طبعا طويل عمرو سلامه، فمتوقع مين شباب؟ والله انا بحب جدا التجديد، الاعلان باين ان الفيلم زي افلام عمرو دايما ليها نكهه خاصه مختلف تماما، فانا جاي اتفرج على التجربه مش عارف نسى بصراحه. يمكن له عمرو له تصريحه يمكن بعض الناس شافته غريبه، يقول لك الفيلم ملوش اي هدف، بس هو السينما بتاع في حد ذاتها. انت اكيد متفق مع ده. موافق جدا طبعا، يعني في الاخر هو البحث ان السينما دايما تصلح المجتمع، وهي الاداه الوحيده ان احنا نتكلم ونقول الحاجه بطريقه يعني فيها نوع من التكريس يعني الاصلاح. اعتقد ده اتحاد في الفن، يعني ما بنقولش كده ليه على الباليه، مش كده ليه على بس يعني مش مانع السينما اللي ماسكين فيها بنعمل ايه. فلو ما كانش السينما بتفصلني ساعتين اروح لعالم لا اعلم وارجع تاني، يبقى نلغي بقى في ليله وليله، ونلغي الجاحظ، ونلغي الحاجه، ونلغي كل حاجه. انت نوهت على الف ليله وليله، وتحديدا السنه دي بنتكلم الف ليله وليله مثلا هي بقت. انت شايف ان الناس ممكن تستوعب الف ليله وليله تاني بشكلها، ولا الزمن ده ما عادش فيه الجو ده؟ الف ليله وليله بس سحر، يعني لو كانت هوليوود لسه بتعمل منه لغايه امبارح افلام، يبقى احنا ما ينفعش نقول زمن الف ليله وليله، يعني زي هوليوود نفسها شغاله عليه وتنحت فيه لما يعني بس مش منا حاجه يعني. فلا ده سيظل طبعا بس محترم جدا واستحق. عايزين نعرف منك موسم صيد الغزلان ايه اللي وراه؟ ما بتعملش حاجه كده اللي وراها كارثه؟ اللي وراها فيلم جاهز، فيلم فيه شويه قصه كبيره ان احنا نعمل فيلم مستقبلي، ده طبعا بياخد وقت شويه، واتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه. شايف المستقبل مختلف، مش شايفه ديستوبيا ولا شايفه يوتوبيا، شايفه زي النهارده بس على اصعده ثانيه. المستقبل احنا هنحدده دلوقتي حالا، اللي بيحصل في العالم دلوقتي. شوف احسن دلوقتي خد خير قوي بعدين في المستقبل. مفيش بعد القاع قاع، دايما نزلت القاع دايما هتطلع، لا شكل مش برنامجك حلو جدا، نعمل الثقافه بشكل ابوي، وان احنا ندي للناس المعلومه بشكل برامجي كمان. يعني الموضوع ده بدا ازاي؟ والناس بتتفاعل معاه ازاي؟ ده كان فكره بنتي، وهي اللي قالت انا عايز اعمل مشروع وهي صغيره خالص، وفي كتب كانت عاملها، فانا فضلت وراها لغايه ما كبرت وقررت تعمل ده على كبير، فانا بس وقفت معاها. كان سهل انك تنقل جنان الكتب لبنتك وهي صغيره، ولا يمكن دايما الابناء بيبقوا لك انا عايش في جبال غابه؟ هو انت الابناء بيفضلوا انا عايش في جبال غابه، وبعدين في الاخر بيلبسوا جلابيه. يعني بتبقى انا عايش كده لغايه مثلا سن ال 30، وبعد كده تلاقي الجلابيه هي والله حلوه خالص. انا فضلت اقرا قدامها، فضلت اعمل القرايه قدامها كتير غصب عني، انا بحب القرايه كده، فهي اوتوماتيك شربت ده جدا. جدا فتره كده الرحله الاولى 12 بعد خالص، مش عايز اقرا مش قرايه، ما قاومتهاش خالص، بس فضلت احكي لها حاجات من الكتب فرجعت كده خلاص. الفيل الازرق ثلاثه سبب تاخره ده احساس شخصي. هو ما تاخرش خالص، الفيل الازرق ثلاثه منتج بياخد سنين طويله لتنفيذه، وانا عشان اقدر اعمل حاجه احس ان انا مستمتع بيها وما اكونش زهقان من اللي فات، لازم ابعد عنها شكل حشو، لازم اعملها بطريقه اكون موجود. عايز ارمي كل الافكار اللي هتجيلي في الاول عشان اقدر اكون حاجه تكون انا راضي عنها. حتى النهارده انا دلوقتي عندي فكره جاهزه وبحضرها للكتابه خلاص، او خلاص بنتهي من بس القفله كانت مفتوحه ان انت عندك الفيلم كله بشكل نهائي. الجزء الثالث مولود في خيالي وانا شغال، يعني اصلا انه في الاخر انا عارف العظم اللي موجود، بس في الاخر انت طول ما انت قاعد بتجد عظم احلى. يعني انا بتغير بتعلم حاجات جديده، انا بنين كده بس قررت ابني بطريقه ثانيه. مين اللي بيلح عليك اكتر، كريم ولا احمد هو ده؟ انا اكتر واحد بيلح عليا الصراحه، طبعا كلنا طبعا في حاله الحاح على الناس، وهيجي في وقت انا بس اللي بنجهز كذا مشروع في واحد، هيجي وقت